السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد والف مبروك لكل واحد خلص الثانوية العامة. النهاردة الفيديو ده مهم جدا جدا ليك لو انت خلصت الثانوية العامة. هقول لك انا مين الاول عشان اديك النصايح بتاعت الثانوية العامة دي. انا عبد الله عماد، خلصت الثانوية العامة بتاعتي في 2018، من زمان شوية، بس انا كنت جايب 99 و4 من 10 في الثانوية العامة وكنت طالع من الاوائل. فالنهارده في الفيديو دوت انا هكلمك بقى على المنح الدراسية اللي انت ممكن تاخدها بعد ما خلصت الثانوية العامة بتاعتك وانت خلاص عندك 18 سنة وعاوز تدرس سواء جوه مصر او بره مصر. هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل، هنتكلم حتى لو انت جايب 70% ممكن تخش هندسه عادي جدا، فالموضوع ملوش علاقه بالتقدير بتاعك او النتيجه بتاعتك في الثانويه العامه. وزي ما عودتكم هنفتح اللابتوب مع بعض وهنبص على كل تفصيله من التفاصيل ونشوف المنح والمواقع ومواعيد التقديم بتاعت كل منحه عامله ازاي. فيلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بالمنح لو انت جوه مصر. اول منحه وهي المنحه المشهوره الموجوده عندنا في مصر، وهي منحات الجامعه الامريكيه او الجامعه البريطانيه او الجي يو سي او اللي هو الجامعه الالمانيه. يعني كل الجامعات دي بتبقى جامعات خاصه المفروض بتدفع فيها فلوس، وانت لو انت اوريدي جايب تقدير او طالع من الاوائل تقدر انت تاخد منح مموله بالكامل. وكمان لو انت مش من الاوائل لكن تقديرك عالي تقدر ان انت تقدم على منح جزئيه في كل جامعه من الجامعات ديت. الجامعات دي طبعا جامعات مرموقه ومعروفه، فدي اول حاجه تحطها في اعتبارك. الجامعات دي ابعت لهم، قول لهم والله انا خلاص ثانويه عامه وجبت التقدير الفلاني اقدر انا اخش. وهم اصلا بيفتحوا عمليه يعني زي ايه، زي امتحانات قبول كده في الاول. وكمان انت ممكن ما تستناش اصلا لحد ما الدراسه تبدا، ففي اوريدي برنامج موجود في الخريف اللي هو الفتره اللي احنا فيها دي حاليا اللي نازل فيها الفيديو، اسمه تومورز ليدر. تومورز ليدر ده برنامج من الجامعه الامريكيه، بيبقى اوريدي ممول بالكامل، بيعلمك ازاي انت تنخرط مع المجتمع ويبقى عندك مهارات هتساعدك يعني بشكل كبير جدا، وهتحسن كذلك من مستواك المعرفي وكذلك اللغه الانجليزيه. طيب ايه بقى المتطلبات بتاعه الجامعات ديت او البرامج دي كلها؟ متطلبات هي تكون معاك لغه انجليزيه جيده، بيبقى في امتحانات قبول او امتحانات ذكاء بتبقى موجوده، كل جامعه ليها نظام مختلف، لكن لازم تحط في اعتبارك ان الجامعات دي اوريدي اوبشن موجود ليك كاوبشن اول لو انت عاوز تدرس جوه مصر. فعندك ده الموقع، طبعا هسيب لكم كل اللينكات في الديسكريبشن. عندك اول حاجه برنامج منح التميز بالجامعه الامريكيه، وزي ما احنا شايفين هنا الميعاد بتاع التقديم بتاع الربيع دوت في 1 نوفمبر 2024 اللي هو اوريدي خلص. فعشان كده لو انت هتقدم بقى على السنه الجايه محتاج ان انت تقدم من اول 1 3 2025. وزي ما احنا شايفين هنا دي نسبه الناس اللي اتقبلت في المنحه الامريكيه. ونقدر نشوف برضو كذلك ان هم بياخدوا ايه، بياخدوا اعلى الناس اللي حاصله على الدرجات في الثانويه العامه، سواء كانت ثانويه عامه او مناهج مختلفه او حتى ستيم او جامعه النيل او غيرها. فده كده التقديم، تخش هنا تبقى تشوف التفاصيل. ودي طبعا المجالات المتاحه في الجامعه دي. تعال نبص على الجي يو سي. الجي يو سي البرنامج بتاعها يعني اشمل شويه واكبر. فالجي يو سي طبعا عشان خاطر المانيه فانا هتكلم عليها بالتفصيل اكتر شويه. عندك اول حاجه طبعا للعشر الاوائل على الثانويه العامه بيعترض لهم منحه مموله بالكامل، بس طبعا ده مش هتناسبك انت لان انت بنسبه كبيره مش من العشر الاوائل على الثانويه العامه. طيب يا سيدي، شكرا كفايه. للاوائل على المحافظات كمان يقدروا ياخدوا منح كامله. فانت هنا لو انت الاول على المحافظه في 54 منحه بالكامل للاوائل على المحافظات مش على الجمهوريه. فخلي بالك برضو من النقطه دي مهمه جدا. وطبعا المنحه دي بتغطي زي ما احنا قلنا، بتغطي كل حاجه خلال فترة الدراسة، بتغطي accommodation، بتغطي transportation، بتغطي الادميشن فيز، وكذلك بيديك تأمين عليك في حالات انك تكون داخل المعمل. بتحتاج انك تكون مصري، تحتاج انك تكون اوريدي من الاوائل زي ما قلنا، تكون اوريدي عديت الاختبارات بتاعت القبول بتبقى انجليزي واختبار ذكاء. ولو انت طبعا في كليات تطبيقيه بتحتاج انك تعمل اختبار خاص. المنحه الثانيه وهي منحه اونسي ساويرس، ودي برضو هي للمصريين فقط، لكن مش بتخليك تدرس جوه مصر، بتخليك تدرس بره مصر وخاصه في امريكا. مش بس امريكا، في اي حته في امريكا، لكن في الجامعات المشهوره زي هارفارد وستانفورد وحتت كبيره جدا. ميزه المنحه دي اللي هي بتغطي كل تكاليفك سواء كان طيران سواء كان اكل او شرب، وكذلك بتديك مرتب، وكذلك بتغطي مصاريف الجامعه اللي هي اصلا اعلى حاجه في الموضوع. متطلبات المنحه دي لازم تكون جايب توفل او ايلتس. التوفل لازم يكون 95% فما اعلى، ويكون كذلك السات بتاعك ممتاز او التقدير بتاعك عامه يكون عالي جدا في الثانويه العامه. وهي المنحه دي بتكون بتفتح تقريبا في يوليو او اغسطس السنه اللي جايه، فطبعا انت مش هتعرف تقدم عليها السنه دي، هتقدر تقدم عليها السنه الجايه، ولما تقدم عليها السنه الجايه تخش الكليه في السنه اللي بعدها. فبرضه لازم تاخد بالك دايما من مواعيد التقديم اللي انا هقولها في الفيديوهات. منحه اونسي سويرس، ودي منحه زي ما قلنا للجامعات المرموقه اللي انت شايفها دي، جامعه ام اي تي رقم واحد على مستوى العالم تقريبا. وهي طبعا بتديك 4 سنين دراسه، لان مثلا حاجه زي الهندسه بتبقى 4 سنين بس مش 5 زي مصر. وبتحتاج منك ايه؟ بتحتاج ان انت تكون مصري، بتحتاج ان انت تكون اوريدي مقيم في مصر وعايش هناك، ما عندكش اي ازدواج للجنسيه، يكون عندك اوريدي المجموع بتاعك بتاع الثانويه العامه 90% فما اعلى، يكون كذلك معاك توفل او ايلتس.
ويكون معاك سات 1450، ويكون ليك أنشطة تفاعلية موجودة تثبت إن أنت يعني جامد تنين، وكذلك تكون أنت ما عندكش مشكلة إنك تدرس في 2026 في أمريكا، وكذلك تكونش عشت بره مصر أو يعني في أي حتة بره مصر أكتر من سنتين، وتكون طبعا ترجع لمصر بعد ما تخلص المنحة بتاعتك. طيب خلينا بقى ندخل في المنح اللي هي اصلا بره مصر. اشهر حاجه الناس تقولها هي المنحه التركيه. المنحه التركيه من اشهر المنح اللي الشباب بيحبوها جدا بعد ما خلاص ثانويه عامه، يقول لك يلا بينا على تركيا. ليه؟ لانها زي ما قلت لك ممكن تدخلك هندسه ب 70% بس، وتدخلك كذلك كليات تانية باقل من اللي في مصر ب 10 و15%. فانت مش لازم تجيب تقدير كبير او تجيب قصدي مجموع كبير في الثانويه العامه، ولكن كل اللي هي محتاجاه منك ان انت يبقى معاك موتيفيشن ليتر قوي، وكذلك معاك لغه قويه جدا تدرس بيها، او لو هتدرس باللغه التركيه تبقى عندك قابليه انك تتعلم لغه جديده هناك. والموضوع طبعا بتاع المنحه التركيه هي منحه مموله بالكامل، وعندنا ناس كتير جدا، وممكن نستضيف حتى ناس من اللي حضرت او اللي خدت المنحه التركيه هنا على القناه ان شاء الله. فالمنحه بتغطي مصاريف السفر، بتغطي تكاليف المعيشه، بتغطي تكاليف الدراسه، تكاليف تعلم اللغه، كل حاجه بتغطيها. مواعيد التقديم بتاعه المنحه دي تقريبا بيكون في يناير وفبراير من كل سنه، فتقريبا بعد ما انت تستريح كده من الامتحانات بتاعتك على اول السنه الجديده هيبدا التقديم بتاع المنحه دي، وتبدا بعد كده تمشي في الاجراءات بحيث انك تخش برضو الكليه في السنه اللي بعدها. المنحه التركيه هي من اشهر المنح زي ما قلنا. ليه؟ لانها بتاخد من اول 75% من التقدير، وكذلك برضو تقدر ان انت تخش جمعيات طبيه جامعات طبيه سوري، زي الطب وزي الاسنان وزي الصيدله من اول 90%. ولو انت بتدرس بكالوريوس يبقى لازم سنك يكون تحت ال 21 سنه. لو احنا اتكينا هنا على ريد مور هنقدر احنا نشوف المتطلبات بالظبط ايه هي السكوبس اللي موجوده. انت بتاخد طبعا مرتب شهري ده تقريبا 100 دولار تقريبا في الشهر، بيديك اكوموديشن، بيديك تامين صحي، بيديك تذكره طيران، بيغطي كل التكاليف، كذلك بيديك برضو كورس لغه تركيه. دي كده التخصصات الموجوده، تقدروا برضو تشوفوا على كل الريكويرمنت اللي انتم محتاجينها هنا اهوت. دي كل الريكويرمنت تقدروا تبصوا عليها سواء كانت ايلتس او توفل او الكلام ده كله. وطبعا دولنا العربيه كلها تقريبا موجوده في المنحه دي. رابع حاجه معانا في الفيديو دوت وهي من المانيا اللي انا بكلمكم منها حاليا، وهي اس بي دبليو برلين. وهي منحه لاي جامعه في المانيا، مش بس الجامعه بتاعت اس بي دبليو، لكن هي منحه بتبقى في تخصصات كتيره جدا في المانيا، وكذلك برضو بتغطي مصاريف السفر، وكذلك بتغطي مصاريف المعيشه، وممكن تذاكر الطيران. لكن المنحه دي بتشترط شرط غريب شويه، ان انت تكون شخص نشط اجتماعيا، يعني عندك نشاط في المجتمع. طبعا لو بتتطوع حتى في رساله ده يعتبر نشاط في المجتمع بالنسبه لهم هنا، لكن عامه يبقى ليك نشاط فعال، يعني انت عضو فعال في المجتمع. طبعا بالاضافه للغه الحاجه اساسيه جدا، وتفاصيل كلها هنتكلم فيها على اللابتوب لما نفتح الموقع بتاع المنحه مع بعض. ده الموقع بتاع الجامعه بتاعت اس بي دبليو برلين. تقدر انت تخش هنا على الجايد لاينز على طول مباشره، هيبدا يقول لك ايه الحاجات اللي انت محتاج تجهزها. فمين يقدر يقدم؟ اي حد مش الماني، اي حد معاه فيزا لالمانيا، سواء كان انت او حتى لو جيت المانيا هنا تقدر انت تقدم عليها بعد كده. كذلك برضو هنا انت تكون في رينج السن 18 ل 30، يكون عندك خبرة في التطوع زي ما قلنا، وكذلك يكون انت ما قعدتش في المانيا اكتر من 18 شهر. والحاجة اللي هي يعني سخيفة شوية انك بتقدم اثبات ان انت من يعني اسرة ذات دخل منخفض، وده مش صعبة، دي بتتعمل في مصر بسهولة. لان لو انت حولت المرتب اللي والدك بياخده او الاسرة كلها بيخش لها كام، هتلاقيه رقم قليل، اقل من الرقم اللي هو حاطه. المانيا تقريبا المفروض ان الشخص تقريبا بيكفيه 800 ل 900 يورو، فطبعا اكيد هيبقى اقل من كده، فده سهل ان انت تثبته. كذلك ما يكونش ليك قرايب في المانيا خالص، وتقدر تبعت كل التفاصيل بتاعتك للابلكيشن هنا، تبعت لهم كل التفاصيل ويقول لك بالظبط الديدلاين هيبقى امتى. ولو انت بقى بتحب بقى الناس اللي هي تسافر بقى بعيد خالص كده في اسيا، تحب منحه اليابان، ففي عندك المنحه اليابانيه ميكست. والمنحه دي مميزه جدا جدا، وتحس ليها الناس اللي هي دماغها كده فوق قوي اللي بيتقبلوا في المنحه دي. المنحه دي بتبقى مموله بالكامل، بتدرس فيها في اي جامعه من جامعات اليابان، لكن التقديم بيكون من خلال السفاره اليابانيه نفسها. وطبعا بتشترط ان انت تكون جايب مجموع كويس ومعاك لغه انجليزي او ياباني. فلو انت اصلا بتحب الياباني وبتحب الانمي والحاجات دي كلها، يبقى المنحه دي بالنسبه لك كويس جدا. والتقديم بتاعها تقريبا بيكون في شهر مايو. ميكس هي منحه جميله جدا زي ما قلنا، بتتقدم في السفاره، فانت بتيجي هنا تشوف معلومات عن المنحه. احنا اتكينا على اللينك كده على طول، بيدخلك هنا على الكاتيجوريز او الحاجات اللي انت ممكن تدرس فيها، المجالات يعني اللي ممكن تدرس فيها ايه هي. بتنزل تحت هنا هتلاقي عندك الكواليفيكيشن، الحاجات اللي انت محتاجها، الناشوناليتي بتاعتك طبعا زي ما قلنا مصر موجوده، والايدج لازم تكون يعني مولود بعد الميعاد دوت 2/4/2021 فما بعد. وكذلك يبقى عندك اكاديميك باك جراوند فيها اللي هو 12 سنه تعليميه، فيها ان انت اوريدي درست في مدرسه ثانويه عامه، معاك شهاده ثانويه عامه، كل الكلام ده كله بسيط وسهل. لازم يكون عندك قابليه انك تتعلم لغه الياباني زي ما قلنا. لازم تكون مهتم بدوت وتبين لهم انت كنت مهتم بدوت فعلا.
وطبعا يكون عندك القابليه ان انت تيجي تكون في اليابان في 2026. وطبعا بتقدم حاجه زي اثبات ان انت في كامل صحتك يعني. دي حاجات بقى بتتطلبها للفيزا، ممكن تقراها، ودي حاجات ممكن تقراها برضو عشان خاطر تشوف ايه اللي انت ما تعملوش عشان ما تتقبلش. تقريبا $800 في الشهر طبعا، وفي كمان حاجات تانية بتاخدها، وكذلك الرسوم بتبقى مجانيه، وبيديك تذاكرك على تذاكر الطيران كذلك بتبقى على حسابهم. فهي منحه جميله جدا، وبحس ان دايما زي ما قلت لكم اللي بيتقبل فيها هو الناس اللي هم اذكياء بزياده يعني. وبرضه بما ان احنا لسه في نفس المنطقه، فخليني اقول لك برضه ان في حاجه اسمها منحه كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه مش كوريا الشماليه، خلي بالك عشان ما توديش نفسك في داهيه. تمام. منحه كوريا الجنوبيه هي منحه مميزه برضه كذلك، لانها بتديك خبره، وبتديك كذلك ان انت تدرس في اكبر الجامعات الموجوده في كوريا الجنوبيه، زي جامعات اس ان يو وكايست، الجامعات المشهوره المفروض هناك. وطبعا التقديم برضه كذلك بيتم من خلال السفاره الكوريه، سواء بقى في القاهره او في مكان غيره. لكن هم كمان بيحتاجوا بقى شهاده انجليزي يكون جايب فيها مستوى عالي شويه عن المنح التانية، وكذلك يكون معاك شهاده الثانويه العامه خلاص استلمتها في ايدك. في النص كده وانا بدور لقيت منحه اسمها كوريا واليابان. فطبعا احنا لسه هنتكلم على كوريا دلوقتي، بس خليني اقول لكم ان في منحه بتضم الاثنين، ودي منحه بتبقى تبادل. يعني ايه؟ يعني بقضي مثلا سنه او فتره في كوريا، وبعدين برجع اقضي سنه كمان في اليابان. فهو دي برضو منحه ظريفه، ممكن تبصوا عليها في النص، هسيب لكم اللينك بتاعها، ومتطلباتها بسيطه خالص، وبتبقى فولي فاندد لكل حاجه. بس خلينا نبص على المنحه الاساسيه اللي انا المفروض هوريها لكم، وهي منحه كوريا الجنوبيه. منحه كوريا الجنوبيه زي ما قلت لكم منحه ظريفه جدا ولطيفه، بتضم جامعات كتيره جدا، والميعاد بتاع التقديم بتاعها اخره يوم 24 سبتمبر. خلينا نبص على الاوراق المطلوبه، هتلاقي الفايل دوت موجود فيه كل التفاصيل، هسيبه لكم كذلك. بيكتب بقى حتى كل جامعه هتاخد قد ايه، او كل برنامج هياخد قد ايه، وكل دوله هيتاخد منها كام. فمصر مثلا بتاخد منها واحد. عشان كده قلت لكم ان المنح دي بتبقى اغلبها بتبقى كومبيتيتيف جدا. في حاجه ظريفه هنا جدا، ان هم حاطين لكم هنا طريقه التقديم نفسها، والمواعيد بتاعت كل حاجه هتبدا امتى، والسلكشن لو انت اتقبلت في رقم 1 2 3 لحد ما تسافر وتكون موجود هناك. وهنا طبعا حاطط لك كل الدوكيومنتس اللي انت المفروض تقدم عليها، تقدر انت تبص عليها وتبعت لها. طبعا بتبعت لايه؟ بتبعت للسفاره الكوريه في بلدك. وخلينا برضو في نفس المنطقه، وهي المنحه الصينيه سي اس سي. ودي طبعا حاجه مميزه جدا، لانها مش بس للطلبه اللي خلصوا ثانويه عامه، ولكن كذلك الطلبه اللي بيدوروا على دراسات عليا، يعني اوريدي خلصوا الجامعه بتاعتهم وبيدوروا على دراسات عليا. ودي طبعا في شراكه اصلا بينها وبين جامعات مصريه كتيره. لكن انت لو انت خارج من ثانويه عامه وبتدور على حاجه زي كده، فانت كل اللي محتاجه انك يبقى معاك خطاب توصيه محترم من حد مثلا انت اشتغلت معاه، او مدرس انت اوريدي اشتغلت معاه، او يعني درست عنده يعني. او كذلك برضو يبقى معاك لغه كويس جدا، والتقديم بيكون برضو من خلال السفاره، ولكن الموضوع بيبقى رسمي شويه. وطبعا برضو تقدر تقدم على الجامعه مباشره، فتقدر انت تبعت للجامعات على طول اللي في الصين وتتكلم معاهم، وهم بعد كده يجيبوا لك القبول، وبعدين تبدا تتواصل مع السفاره. نيجي بقى للمنحه الصينيه. المنحه الصينيه طبعا زي ما قلت لكم هي من المنح المشهوره جدا، هتاخد تقريبا 274 منحه كل سنه، فده رقم كبير نسبه بالمنح الثانيه اللي احنا بناخد مثلا واحد من مصر، لكن دي بتاخد كميات. وفيها كذا كاتيجوري زي ما انا قلت، فيها كاتيجوري A وبي وسي. احنا هنتكلم اكتر على كاتيجوري A، لان كاتيجوري A دوت هو اللي بيكون من خلال السفاره، وهو اللي كمان بيضم الجامعات كلها، وبيضم الناس اللي هو حديثي التخرج من ثانويه عامه. الجميل بقى في المنحه دي ان هو شايفين السؤال دوت بيقول لك هل احنا محتاج لغه انجليزيه؟ فبيقول لك لا، إن في الصين 99 من الجامعات ما بتحتاجش لغه انجليزيه. تمام. لو انت طبعا درست اوريدي بالانجليزي، او لو هي اوريدي المذر لانجوج بتاعتك، فده حاجه كويسه جدا ان انت في ورقه تقدر تطلعها ان انت بتدرس باللغه الانجليزيه، لو انت درست فعلا باللغه الانجليزيه، او لو انت مستواك كويس. بس طبعا لو معاك شهاده ايلتس او توفل بتقدر تقدم بيها عادي جدا، لان الجامعات اغلبها ممكن تقبل حاجه زي دي. وزي ما قلنا عندك الاندر جرادويت لازم يكون سنك 25 سنه، يعني ده اقصى حاجه تقدر تعملها. ولما احنا نشوف الكاتيجوريز هتلاقي ان الكاتيجوريز اللي احنا لو خلينا الكاتيجوري A ده بيكون من خلال السفاره، الجامعات دوت بيكون من خلال الجامعه نفسها. بس طبعا احنا عندنا مثلا في مصر الجامعه بتاعتي جامعه بنها مثلا بتعمل تواصل اوريدي مع المنحه دي، وبتبعت ناس يدرسوا في الصين من خلال المنحه دي. والمنحه بتكون شامله كذلك برضو مرتب شهري، وشامله كل المصاريف بتاعتك، وكذلك بتديك اكوموديشن. طيب انا مش معايا انجليزي ومش عاوز ادرس انجليزي، اعمل ايه؟ المنحه الرومانيه والمنحه المجريه الاثنين دول هم اكتر اثنين مناسبين جدا ليك انك تدرس بدون لغه انجليزيه، وكذلك ممكن تدرس طب وهندسه كذلك بدون لغه انجليزيه، لانك بتدرس بلغه البلد. والجميل كمان في المنحه الرومانيه ان انت
انت تقدر تدرس باللغه الانجليزيه كذلك، ولكن خلي بالك ان التقديم بيكون لسه السنه الجايه تقريبا في شهر مارس، فانت بتقدم في شهر مارس وعلى ما يجيلك القبول فبتبدا في السنه اللي بعديها، فبتعطل نفسك تقريبا سنه. نيجي بقى للمنحه المجريه اللطيفه اللي احنا شايفينها دي، ودي طبعا من اشهر المنح اللي الناس بتحب تقدم عليها زي ما قلت لكم عشان ما فيهاش متطلب اللغه الانجليزيه. فلو جينا نبص هنا فين هي اهوت، هتلاقي ان احنا بتديك ايه، بتديك طبعا بتغطي الرسوم بتاعتك، بتديك مصاريف شهري تقريبا 110 يورو. طبعا ده مش كتير ومش قليل، بس الدولة نفسها المجر مش غالية. بتديك كذلك اكوموديشن وبتديك ميديكال انشورنس، ده بالنسبة للبرامج بتاع الباتشرال يعني. ونقدر هنا نشوف عدد الناس اللي اتقبلت فيها، وانا اعرف ناس اوريدي بتدرس مجالات اصلا مميزة جدا في المنحة دي، فهي منحة لطيفة جدا تقدروا ان انتوا تبصوا عليها. وهيبقى في هنا في اللينك، لو احنا بصينا هنا فوق اتكينا على ابلاي وبعدين دخلنا هنا على اللينك ده، هتبدأ ان انت تشوف والله ايه اللي انت محتاجه او تقدم عليه. فده كده هتلاقي الفايل ده فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها. فده الجزء هو زي ما قلنا، في جزء باللغة الإنجليزية، في جزء باللغة المجرية، في جزء باللغة المجرية كلغة أجنبية، فتقدر انت تتعلم او يعني تتعلم اللغة بتاعتهم وتدرس بيها، ومش محتاج ان انت تقدم باللغة الإنجليزية. هسيب لكم كل التفاصيل في اللينك دوت برضو، هتقدروا انتوا تشوفوا فيه وتقروه بالتفصيل. وخلي بالكم ان الديدلاين بتاع التقديم كان يوم 15/1/2025. ونشوف المنحة الرومانية. المنحة الرومانية برضو كذلك من المنحات الظريفة جدا، التقديم فيها برضو 29/1/2025 وبتقفل 12/3/2025. فهو ده دلوقتي اوريدي هي قفلت، فانت هتستنى بقى للسنة الجاية زي ما قلنا في اول السنة. طبعا الاوراق بتاعتها بتبقى بسيطة جدا، تقدر انت تشوفها هنا. اللي انت محتاج الشهادة بتاعتك، تحتاج ان انت ترانسكريبت شهادة الميلاد، كذلك بتجيب صورة الباسبور، تعمل سي في. دي بالنسبة للدكتوراه مالناش دعوة. وتقدر هنا تتابع كل الخطوات اللي انت محتاج تقدمها. فده برضو الموقع بتاع المنحة الرومانية. وطبعا في منح بتكون متخصصة اكتر الناس اللي جاي من افريقيا بس، زي منحة دار السلام بتاعت برونواي، ودي بتكون للافارقة او اللي جاي من افريقيا، وتكون منحة برضو ممولة بالكامل بتشمل كل حاجة، بس الدولة مش معروفة قوي زي بقية الدول التانية، فبالتالي بيبقى الموضوع فيها اسهل شوية انك تتقبل. ودايما خلي بالك وانت بتقدم، حاول دايما انك تقدم على حاجات مش مشهورة عشان خاطر فلوسك تبقى اعلى. احنا زي ما احنا شايفين كده هي فولي فاندد لكل الناس اللي موجودين من افريقيا، لكن طبعا الديدلاين بتاعها برضو خلص، فاحنا هنستنى 2026. فالمنحه دي ظريفه جدا ليه؟ لان هي محتاجه بس انت يكون عمرك ما يعديش 25 سنه، محتاجه ان انت يكون معاك انجليزي 6، وده 6 ده مش رقم كبير يعني في الموضوع بتاع اللغه، سواء كان ايلتس 6 او توفل 550. برضو زي ما قلنا بتديك مانثلي بيمنت، بتديك كذلك شنط سفر بتاعتك بتغطيها، الاكوموديشن، تذاكر الطيران، وحاجات تانية كتير تقدروا تشوفوها في اللينك ده. طبعا لو تكتوا عليه هيفتح ويوديكوا للصفحه بتاعه المنحه. واخيرا بقى لو انت سنك من 16 ل 19 والمنح دي كلها مش داخله دماغك، ففي منحه مخصوصه ليك اسمها UWC او United World Colleges. ودي عباره عن ايه؟ هي عباره عن منحه بتديك فرصه انك تتعلم بكالوريوس في اي جامعه بتختارها، في اي مدرسه بتختارها حوالين العالم، وهي بتركز اكتر على التعايش والثقافه بين الثقافات المختلفه، لانك بتبقى انت مثلا بتمثل بلدك في مجتمع بيمثل بلاد كتيره، فلازم يبقى عندك قابليه انك تتعامل مع ناس كتيره في فتره صغيره، وبرضه هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. طبعا UWC دي محتاجه فيديو لوحدها، بس باختصار هي عباره عن منحه مموله بالكامل، بتغطي مصاريفك الدراسيه، بتديك الاوضه وكل الكتب وكل حاجه انت بتحتاجها، حتى الامتحان هي بتدفعه. فهم بيغطوا كل حاجه من اول حتى الفيزا للترافل اكسبنسز، والمصاريف اللي هتصرفها من المدرسه لحد المصاريف بتاعه تذكره الطيران اللي ترجعك كل سنه لاهلك تشوفهم، وكذلك هتديك بوكيت ماني، فما فيش احسن من كده. طيب هي بتارجت مين؟ بتارجت الشباب اللي هم عندهم يعني مستقبل واعد وبوتنشال كبير، لكن ما عندهمش القدرة اللي هم يدفعوا او يحسنوا من نفسهم، فبالتالي هو الناس دي هي اللي بيتم استهدافها. ولما انتم شايفين هنا دي تكلفة اللي هم بيشيلوها عن كل شخص في السنتين بس اللي بيقعد فيهم. تعال نبص بقى على الديدلاينز، لان ده مهم جدا تعرف الديدلاين، لان الديدلاينز هنا مختلفة وجميلة. هي حسب الدولة، يعني الدولة بتاعت السلفادور تلاقي ان هي طبعا لو تكيت عليها هتديك اللينك بتاعها وتبدا تقدم عليها والكلام ده كله. كل الدول دي في جولاي 2025، وبعدين الدول دي في اوغست، وبعدين سبتمبر. فكل شهر في مجموعه من الدول تقدر انت تقدم فيها بحيث انك تروح تدرس في الجامعه دي. فده حاجه جميله جدا ومميزه للناس بقى اللي حابه تسافر وتشوف ثقافات مختلفه زي ما قلنا. وبكده كنا انا فتحت لك اغلب المنح اللي موجوده حاليا في الماركت، تقدر تدور فيها باستفسار، ولو عندك اسئله تقدر تكتبها لي. لكن خلي بالك دلوقتي الشخص اللي قدامك ده اترفض في اكتر من 40 منحه قبل ما يتقبل في المنح اللي هو خدها. الحمد لله انا خدت منحه دراسه
ماجستير هنا في المانيا مموله بالكامل، كذلك خدت منحه من الداد في مشروع التخرج بتاعي، وخدت منح تانية كتير. فانت كذلك ما تقولش ان التقديم على المنح صعب ومستحيل. حاول وحاول تاني وحاول تالت لحد ما تنجح. لكن وانت بتحاول اعمل حسابك انك تكون دايما مجهز اوراقك بشكل كويس جدا، يكون معاك السي في بتاعتك ابديتد ومعموله بشكل كويس جدا وبروفيشنال، يكون معاك خطاب حافز مختلف لكل منحه، ما تعملش نفس الخطاب الحافز وتسلمه لكل المنح، لكن لازم يبقى عندك خطاب حافز منفصل لكل منحه. انا عملت فيديو بالكامل عن ازاي تكتب خطاب الحافز وكذلك تستخدم الاي اي فيه. كذلك يبقى معاك خطابات توصيه، اي حد تعرفه حاول انك تاخد منه خطاب توصيه، اي حد اشتغلت معاه حاول تاخد منه خطاب توصيه، لان ده هيفيدك جدا ان يبقى معاك خطابات توصيه سواء كانت على المستوى العلمي او على المستوى المجتمع اللي انت بتشتغل فيه، او اللي هو الانشطه التفاعليه او التطوعيه يعني. وبس كده. لو الفيديو ده عجبكم يعني اكتبوا تحت الكومنتات انتوا عاوزين تبقوا الفيديو الجاي عن ايه، وهل اتكلم اكتر عن كل منحه من المنح ديت، وهل في منحه معينه عاوزين نتكلم فيها بتفاصيل. ولو انتوا عندكم اي اسئله اقدر انا اساعدكم فيها خاصه بالمانيا او عامه على المنح على مستوى العالم، اكتبوها لي في الكومنتات. وشكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.